بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا بداية يعني مشاعر مختلطة الأمانة تنتابنا الآن فرح وسعادة وأيضا فخر لما تشوف أبناء يعني الوطن العربي أجمع يعني مغتربين ولكن مبدعين، وهناك آمال كبيرة معلقة عليكم عند العودة بإذن الله تعالى. وايضا هذه القاعه اليوم حضورنا يعني فخر كبير جدا لي ان اقف بين ايديكم ان شاء الله لمده ساعه تقريبا. راح تكون ان شاء الله ساعه ممتعه ومثريه ومفيده باذن الله تعالى. قبل كل هذا لابد لي ان اوجه كلمه شكر صادقه لشخصيه جدا رائعه، شخصيه تعاملت معها عن طريق يعني الرسائل مبدئيا، بعدين عن طريق الاتصالات، ولكن شاب اثبت لي بان بالفعل قادر ان يكون قائد لاشياء كثيره. عمار الجرادي يستاهل التحيه. يعني هذا الشاب بذل جهد خرافي عشان اجمعكم اليوم في هذا المكان. وانا اعرف لما يكون في البلد وتحب تعمل امسيه سهل نوعا ما، ولكن لما تكون خارج البلد تحب تعمل امسيه صعوبات تحديات كثيره جدا امامك. فتحيه لك يا عمار، وايضا لعبد الله الولد المبدع هذا، ايضا تحيه لعبد الله، وتحيه لكل شخص فيكم في القاعه موجود، والملحق الثقافي اللي حاضرين من لندن ما شاء الله عليهم. ايضا هذه وقفه جدا رائعه، واحنا كذا دائما يعني المسؤول اللي دائما يكون جنبنا يجمع الطالب هذا هو المسؤول اللي بالفعل الشخص المناسب في المكان المناسب. لكن دائما بعض المسؤولين بعضهم وهم قله باذن الله تعالى اللي استغرب منه الامانه، اول ما يصبح مسؤول ينسى هو ايش كان قبل لا يكون مسؤول. هذا اللي استغرب منهم، وان شاء الله ما يكونوا موجودين معنا باذن الله تعالى. نبدا، مستعدين؟ عندنا ساعه. اخبروني قبل لا ادخل بان كل 20 دقيقه حابين ناخذ استراحه عشان ما تملوا، وانا اقول لكم ما في استراحه. ليش؟ لان اذا اي واحد منكم بس حس بملل يرفع يده كذا، لان عندي 100 تمرين ضد الملل، انتي ملل عندنا. جميل؟ راح نستمتع، احنا جايين نستمتع، انا جاي استمتع. تعودت التدريب بالنسبه لي يعني متعه قبل لا يكون تعليم وتدريب. استمتع ثم امتع، هذه هي القاعده. اليوم راح اتكلم عن موضوع بغايه الاهميه. كطلاب انتم بحاجه الى موضوع له علاقه بالذاكره، له علاقه بالحفظ، له علاقه بالمعلومات، له علاقه كيف ممكن نحفظ بسرعه، كيف ممكن نسترجع داخل الامتحان. انا مذاكر كل شيء وفجاه ما احصل شيء. ليش؟ راح نتكلم بالتفاصيل عن هذه الاشياء، بعد نهايه مش محاضره، هذه الامثله البسيطه، كلام البسيط، في 10 دقائق لاي سؤال حابين تطرحوه، راح يكون بيننا وبينكم نقاش باذن الله تعالى. بدايه، من منكم يعرف ياباني؟ في احد يعرف ياباني؟ انجليزي وبضراب، ها؟ ممتاز. اليوم راح تتعلموا ياباني. انا اعرف انجليزي عندكم ممتاز، اليوم راح نتعلم ياباني باذن الله تعالى ان شاء الله. قبل هذه كلها في قصه جميله احب ابدا فيها، وهي قصه الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه ان شاء الله. يقول كان في يوم من الايام كان في مصر وركب سياره اجره. ركب سياره اجره، ولما ركب سياره الاجره كان مبتسم. فصاحب التاكسي يسال الدكتور ابراهيم الفقي، قال له انت متجوز؟ قال له ايوه. قال له لسه بتضحك؟ قال له ايوه. ليش؟ قال له انا تشوفي متجوز ولا اضحك ولا يا. فساله الدكتور ابراهيم ليش؟ اسمعوا معي الجواب. قال له اصل مراتي من جهنم. جميل؟ بعدين لاحظوا معي بس السؤال الجميل بعد ذلك. قال له مراتك اللي من جهنم هذه ما فيها شيء جميل؟ صفة جميلة؟ قال ابدا ما فيها شيء حلو. قال حاول تفكر تسترجع يمكن تحصل فيها شيء جميل. فصاحبنا هذا سكر شوي كذا عينه وبدا يفكر، فقال والله هي تطبخ كويس وتهتم بالعيال واجتماعية وصبورة. وفجأة قال هي مش وحشة للدرجة دي. وكانت قبل شوي وين؟ من جهنم، الحين مش وحشة للدرجة دي. ايش اللي صار؟ اللي صار بأن سبحان الله هذا الحاسوب لما تم اختراعه تم اختراع لكي يحاكي عقل الإنسان. هذا الاختراع يحاكي هذا اللي الله تعالى وهبنا إياه. كل شيء في هذا الحاسوب يحاكي عقل الإنسان. بمعنى هذا الحاسوب فيه ملفات، عقل الإنسان أيضا فيه ملفات
ايجابيه، ملفات سلبيه. الحاسوب هذا لو سطح المكتب مكتوب فيه سطح المكتب ملف لصور مزعجه او حوادث يعني مرعبه مثلا، تفتحها ايش تحس؟ ايش راح تحس؟ حزن، رهبه، احسن بالفعل. وفي ملف اخر مكتوب عليه صور لمناظر جميله او تفتحها تحس مشاعر طيبه. هذا صاحبنا لما طالع فاتح ملف سلبي كبير تجاه من زوجته اللي من جهنم. اول ما سال الدكتور فيها صفات جميله، بدا اول شيء لا ما فيها، بعدين لما يفكر هي تطبخ كويس، ملف ايجابي جديد، تهتم بالعيال، ملف جديد، صبوره، ملف جديد، الملف السلبي الكبير هذا المفتوح ايش صار فيه؟ تسكر ملف ايجابي كبير، هي مش وحشه للدرجه هذه. اللي حبيت ابدا فيه اليوم هذا، اذا اي واحد منكم عنده ملفات سلبية يسكرها ساعه مع بعض لكي ننطلق باذن الله تعالى في هذه الورشه. نبدا مع بعض. اول حاجه نسويها والكتاب هذا، يعني انا لما كنت في ليدز خبرنا عن الكتاب، قال لي اول ما تكلمت عن الكتاب قال لنا كده بنروح نشتري نخلص، بعدين ما في صار لك. الكتاب هذا كان في حوالي 2006، كنت اتمنى اسمع كتاب ذا سيكريت، كتاب السر، الكتاب العظيم وكتاب كذا، فتمنيت اني اشتريه اقتني الكتاب هذا. بحثت عنه في عمان في يومها ما كان موجود ابدا، لا يباع. فبالفعل قد اكيد هذا كتاب نادر يعني لما يباع، ولكن قلت في خاطري، قلت في نفسي، وهذه مهمه جدا للطالب المغترب. الطالب المغترب كيف يحدث نفسه؟ انت ايها الانسان كيف تحدث نفسك؟ هل تحدث نفسك انك جاي هنا تتعلم وتستمتع، ولا تحدث نفسك انك جاي هنا تتعلم وتتألم؟ كيف تحدث نفسك؟ ما هي الافكار اللي تدور في عقلك؟ كيف تتكلم يوميا؟ كيف تخاطب نفسك؟ فاتذكر في يومها وكنت اقول لعبد الله اليوم، عبد الله من الكويت الحبيبه، اقول دائما سبحان الله تعودت في حياتي انه اخاطب نفسي خطاب يعني ايجابي، انه راح يصير باذن الله. فقلت في يومها هذا الكتاب راح احصله باذن الله تعالى. وبعد اسبوعين او 3 اسابيع كنت اعمل دوره في مسقط في فندق سفير بلازا، دوره عن الذاكره. وبعد انتهاء كان 3 ايام الدوره، بعد انتهاء اليوم الاول جيتني احدى الاخوات وقالت لي استاذ انا حضرت معك قبل حوالي سنه دوره محاضره من المحاضرات، والحمد لله استفدت من المحاضره وكذا، وفي كتاب قراته وكثير عجبني وحبيت اقدم لك فيه هديه. قلت له انا احب الهدايا. اعطيت لي كتاب طلع ايش؟ سكرت. قلت سبحان الله، يعني احنا قلنا الكتاب انا اريده. بعد ما مسكت الكتاب انا كنت اصلا متشوق اقرا الكتاب، وزاد الشوق ايش؟ ها؟ شوقين يا سلام. تقرا القران رائع على فكره، صوتك جميل جدا. قررت اني ما ارجع، قررت اني اقرا الكتاب في الفندق نفسه. فمسكت كتاب القراءه السريعه، اول شيء مسكت كتاب وقلبته كذا، حصلت في الخلف مكتوب انت تمسك بين يديك بسر عظيم تناقلته الأجيال، تم حجبه حينا وسرقته حينا آخر. هذا السر لم يكتشفه إلا العظماء أمثال نيوتن، أينشتاين، بيتهوفن ومجموعة من الشخصيات العالمية. وإذا اكتشفت هذا السر راح تصبح شخص عظيم في هذا العالم. عاد تخيل أنا أنا من فقلت اليوم لا، هذا السر بقرا ما بطلع من هنا. مسكت السر وبدأت أقرأ الكتاب كله. أتذكر حوالي 45 دقيقة، وأوشكت على الانتهاء. القراءة السريعة طبعا هو سكان، تعمل سكان للكتاب مش تدخل التفاصيل كلها. والأمانة أخواني وأخواتي بعد كل ما قرأته، يعني وليس تقزيما ولا استصغارا من الكتاب، ولكن هي وجهة نظري أنا الشخصية متواضعة جدا، أقول بأن كل كتاب اللي قرأته لم أجد فيه جديد، كله يتكلم عن حديث قدسي لله سبحانه وتعالى، وهو أحسنت، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن روائع هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى لم يقل أنا عند حسن ظن عبدي بي، لا، أنا عند ظن عبدي بي. أنت على كيفك بالظن، ظن زين ولا ظن سيء، أنت مسؤول عن ظنك. جميل؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللي تظنه راح تحصله. كل الكتاب يدور حول هذه الفكرة. وفي شوية بعض الخزعبلات ترسل رسائل للكون، الكون يرد لك الرسائل، ما أعرف. حسيت نفسي والله ستلايت يعني لحظة. أنت أيها الإنسان، حتى اللي حاضرين معي اليوم في الدورة، ليس بالضرورة كل ما أنطقه أنا صحيح.
وانتم اخبر مني في الموضوع هذا، دام وصلت لهالمرحله واصبحتم طلاب بكالوريوس او ماستر او دكتوراه واصبحتم هنا، متاكد انكم انتم عندكم خبره بانك تمحص الاشياء. ما كل شيء صحيح، هناك اراء وهناك حقائق وهناك ابحاث، صح ولا ما صح؟ بعد ما انتهيت الكتاب هذا كنت اعمل دوره لموظفين في الحكومه في وزاره التربيه والتعليم، ولما كنت اعمل هذه الدوره كنت اكلمهم عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكيف ممكن، وهذا اللي حبيت اطرحه في هذه الفقره البسيطه. انت ايها الطالب المغترب كيف تتعامل مع ظروفك في هذا المكان؟ هل انا متاكد ان اغلبكم في اول يوم وصل فيه هنا بريطانيا قال ايش هالورطه اللي سويتها؟ صح ولا ما صح؟ ايش القرار اللي اتخذته؟ انا يعني لما قلت اجي هنا هو انا كنت بكامل قواي العقليه يعني. جميل؟ وبعدين قال والله خلنا اشوف اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع. بعدين بعد فتره يكتشف بانه هو اتخذ قرار غير حياته كليا، لان هذه المرحله اللي انت فيها اصلا مرحله يعني بناء شخصيه قبل لا بناء علم، بناء شخصيه، اعتمادك على نفسك قبل لا معلومات ولغه، ولا هي اعتماد على الذات، اعتماد على النفس، كيف تتصرف غير ذلك. لكن كل هذا لابد انه صاحبه ايش؟ حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. دائما كن متفائل، راح يصير باذن الله، راح يصير، راح احصل، راح وكلها ايش؟ حسن الظن بالله مع عمل موجود باذن الله راح يكون بالفعل واقع قريب في حياتكم باذن الله تعالى. ومع هذا كله في كتاب جميل اسمه 7 عادات لاكثر الناس نجاحا في العالم، في احد منكم قرأه؟ لمؤلف اسمه ستيفن آر كوفي، من اشهر المؤلفين الغرب، وهذا الكتاب المؤلف اصبح مليونير حوالي في اسبوع ونص من اصدار الكتاب هذا، لانه باع ملايين الكتاب. ايش رايكم في 4 دقائق كلكم تحفظوا هذا الكتاب؟ يصير ولا ما يصير؟ يصير؟ قلنا معدينا بالياباني على هذا الامور سهله يعني. كتاب ما كتاب، دام الياباني خلصناه احنا. يلا مع بعض نناقش شويه. ومر على امراه عجوز. هذا العجوز اشترت مجموعه حطب، بس ما عندها فلوس تستاجر شخص يحمل هذا الحطب من مكه الى خيمتها البعيده خارج مكه. فمر عليها هذا الشاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعرض عليها المساعده وقال لها هل اساعدك يا خاله؟ ما كانت تعرف بان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له نعم يا بني، ولكن لا يوجد لدي مال اعطيك اياه ولا طعام اعطيك اياه مقابل هذا الجهد، فهل تساعدني يا بني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا خاله اساعدك. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحطب على ظهره الشريف وظل يمشي حتى خرج مكه، وصل لخيمتها خارج مكه، فانزل هذا الحطب. لما انزل الحطب تشوف العجوز على وجه هذا الشاب تعب، جهد على وجهه، فاستحت نوعا ما. فايش قالت له؟ قالت له يا بني اخبرتك سابقا لا يوجد لدي مال اعطيك اياه ولا طعام اعطيك اياه مقابل هذا الجهد، ولكن يا بني لدي نصيحه واحده لك فقط، فهل تجزيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا خاله تجزيني. فقالت لي يا بني نصيحتي لك بأن في مكة رجل اسمه محمد، إنه ساحر وكاذب ومجنون ويصد الناس عن دين آبائهم. نصيحتي لك يا بني إذا رأيت هذا الرجل لا تستمع له، لأنه يصد الناس عن دين آبائهم. فابتسم لها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها سؤال جميل وبسيط وقالها لماذا يا خالة؟ هل رأيت محمدا هذا؟ قالت له لا، ولكني ايش؟ فقال يا خالة إذا كنت أنا محمدا ماذا تقولين؟ فقالت له أنت محمد فأنا أقول أشهد بأن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله. اللي حاب أوصله شيئين مهمين لكم، اللي بالفعل هذه القصة تقريبا من حوالي 5 سنوات وكثير ما أحب أطبقها في حياتي. شيئين مهمين، أول شيء لا تحكم على أي إنسان في العالم عن طريق ما سمعت، أو مادة معينة عن طريق ما سمعت، أو مكان معين سمعت عنه. الشيء الثاني وأنت هنا دع أفعالك تتحدث عنك، فهي أفصح من لسانك. ما كلام كثير ما فيه أفعال، خلي الأفعال تتحدث عنك فهي أفصح من لسانك.
قادرة تعبر عنك من أنت أيها الإنسان، كيف ممكن تضع بصمة في هذه الحياة بإذن الله تعالى. ومتأكد إن شاء الله راح تكون أنتم من النوع الأول ومن النوع الثاني بإذن الله تعالى. ختاما أقول لكم الأمانة أنا استمتعت كثير معاكم وأنتم محظوظين، يعني بعد شوي عندكم مازن وراح يمتعكم. وبيدي صورة السلطان ولا أدري كيف أبداها ولا أدري كيف أنهيها، أخط وإيدي اليمنى رجفت من هيبة العنوان إلى السلطان قابوس المعظم جت معانيها بعد. أخط وإيدي اليمنى رجفت من هيبة العنوان إلى السلطان قابوس المعظم جت معانيها بعد إذنك يا مولاي المعظم يا عزيز الشان يا نسل البوسعيد المعتلي بالمجد. طاريها عن الشاعر رقم 0 بوجودك لا ولا للسان مدام أوصافكم يا سيدي عاجز أوفيها. رغم تجربتي الصغرى سحرت الإنس قبل الجان وفيكم سيدي الجملة أكاد أفقد مباديها. تجي الأفعال ماضي حاضر ومستقبل بجنحان تسابق كل شيء في المجرة ولا يجاريها تحل وتختصر كل الحكاية فيه ولا وعرفان. على طريقكم الأفعال جت توفي لراعيها غريبة لا حشا ما هي غريبة وانت بل وجدان حفرنا لك حروفك من كثر ما القلب يغليها في حرف القاف. قمة القمة إلك أوطان يليها الألف آلاف الصفات المصطفى فيها بعد حرفيك حرف الباء يثبت بأنك البرهان إلى الواو الوطن قايد في وخير وفيها. ختام غريبة لا حشا ما هي غريبة وانت بالوجدان حفرنا لك حروفك من كثر ما القلب يغليها في حرف القاف. قمة القمة إلك أوطان يليها الألف آلاف الصفات المصطفى فيها بعد حرفيك حرف الباء يثبت بأنك البرهان إلى الواو الوطن قايد فيه وخير وافيها. ختام اسمك بيان يدل بنك من خلق سلطان يا سلطان انطلب أرواحنا بالحال نرميها تفضل. ختام اسمك بيان يدل بنك من خلق سلطان يا سلطان انطلب أرواحنا بالحال نرميها تفضل. لا أنا أجيلك وأنا أجيلك بلا حسبان جيوش من المشاعر أنت آمرها وناهيها. نحبك سيدي حب العماني للوطن لعمان لأبيض أحمر وأخضر علم يرمز لبانيها عماني والعماني لا طريته يربك الأكوان لذا الناس من تسمع عماني تبيع غاليها. عماني وسيرتي خليجي عربي كل الأوطان العربية الإسلامية إن شاء الله تعالى. سيرتي درب عبربه صفوة الشجعان درب ماجد ومازن جلندة ومن مشاء فيها ورا السلطان نرقى بالوطن عالي ورا السلطان. وإذا أشر على نجوم الفضاء أفواج نغزيها. تربينا على مبدأ جزء الإحسان بالإحسان وإنت إحسانك الغيم ومحال اللي يجازيها. كتبتك تربينا على مبدأ جزء الإحسان بالإحسان وإنت إحسانك الغيم ومحال اللي يجازيها. كتبتك من شعاع الشمس في صدر السماء لزمان مشاعر صادقة أنزف ولا أدري ويش أسميه. يعطيكم العافية. واعي جدا مازن الله يرد بالسلامة ما شاء الله آمين يا رب. طبعا مازن من الشعراء اللي بالفعل تغنوا بالوطن في أكثر مناسبة وفي قصيدة مشهورة له كانت في الجامعة في التخرج وكان جميل جدا رائع جدا وسمعتها في الإذاعة. طيب. والأمانة يعني سلطان قابوس لما يذكر في أي مكان لا شعوريا يعني اللي حاضرين من الدول الثانية اعذرونا لا شعوريا صدقوني ليس مجاملة لشخص سلطان ولكن لا شعوريا احنا كعمانيين كذا نحس يعني في شيء فعل ردة فعل مباشرة. قبل اسبوع مازن تعذرني قبل اسبوع كنت في احد المحاضرات كانت المحاضرة تأمرنا تطلب منا نتكلم عن شخص نحبه ونحب نشكره فتقول لي اقرب شخص يجي في بالك فقلت لها اقرب شخص يجي في بالي هو سلطان قابوس اللي حبيت اتكلم.
فضحكت وقالت لي سبحان الله الحين انت خامس طالب عماني في نفس النشاط يختار بطاقه ابيض. فتمتمت مع نفسي وقلت ما استغرب، رجل زرع فحصد باختصار شديد جدا. صحيح. مازن عزة ما اعرف ايش قصة عزة يا مازن. دورتني. عزة وجامعة وما اعرف، خلينا نسمع شيء عن عزة. زين ان شاء الله ان شاء الله. قبل ان نسمع عزة عشان بعد عزة يمكن ننساهم. احب اني اشكر كل المنظمين اللي اجتهدوا في هذه الفعالية وانهم جمعونا على الخير، جزاهم الله خير، والشكر لكم على الحضور طبعا. عمار شكرا جزيلا، يعني تعبتك معي وايد يعني. وايضا الشباب اللي جابوني من المطار، عمران واحمد جزاكم الله خير، ضيعنا بسببكم لكن جزاكم الله خير. يعطيكم العافيه جميعا، كلكم على راسي مشكورين جزاكم الله خير. طبعا بالحقيقه ايضا انت في القلب يعني. خلاص هذه عزة طبعا القصه ما واقعيه يعني اللي صارون. القصه ماشيه منه يعني كذب. يقول في كلاسنا 21 مينون وكل الينون بسبة البنت عزة بريئة ما لها دم فالكون، الله خلقها بالحلا مستفزة. عزة فتاة وتملك رموش وعيون، خلت شباب الجامعة هدوم رزة. كلاسنا 21 مينون وكل الينون بسبة البنت، عزة بريئة ما لها دم فالكون، الله خلقها بالحلا مستفزة. عزة فتاة وتملك رموش وعيون، خلت شباب الجامعة هدوم رزة. إلا أنا والله ماني مفتون، بس أيوه بس انقلع جاب المهلب وحمزة واستعرض لكم بعض حالات الينون وادعوا لهم يشفون في كل حزة. سلوم دش الجيم بيخف الدهون عشان يصبح حلو في عيون عزة، وعلوي متسلف للبنك مديون عشان يدفع مهر ليدين. عزة وسلطان يكتب شعر ما هو موزون عشان يوصف شيء من حسن. عزة ودكتورنا مهموم جدا ومحزون لانه تزوج قبل ما يشوف. طبعا هذه القصيدة ما كنت القيها يوم كنت في الجامعة بس تخرجت يعني ما ناقص نفات يعني. دكتورنا مهموم جدا ومحزون لانه تزوج قبل ما يشوف. عزة يا ناس يا عالم ترى الوضع مشحون، والحل جبته في صدر بيتي وعجزه، اما التغشى عزة بغشوة عيون ولا تقر الجامعة فصل عزة. طلعت كلهم يعانون من عزة معاناة أبدية. شفت كيف؟ الله يعينك، الله يساعدك. ما عليك الله يعين عزة والله. جميل. طبعا من الأشياء الجميلة احنا خلينا نستثمر وجود مازن. شعر طيور الفجر والفرحة العقيمة، وانا وانتي وذكرانا العظيمة، ضحية مجتمع ظالم وقاسي يجازي الحب بجروح جسيمة. نحب ونعشق ونوفي ونسلب، قدر مكتوب في مسرح جريمة، تروح اللي تحبها غصب عنك لابن عمها وياخذها غنيمة. وبعد الجرح يطلب منك تقصد في عرسه ويطعن القلب في صميمه. وش اكتب لك وانت اللي بزواجك ذبحت اغلى طموحاتي القديمة. وش اكتب لك وانت اللي بزواجك نفخت الروح في اوجاعي الأليمة. وش اكتب لك وانت اللي بزواجك هديت الموت لإنسانة عظيمة. أنا عاشق وماني مثل من هو، عشق لرضاء شهوات الأثيمة. عشقتك عشق طاهر لا يضاهي سوى عشق المدامة لليتيمة. فعذرا لك يا أغلى حب عذرا، تركتك له وأحزانك مديمة. طلبتك تعذريني كان بيدك فنستاهل مسامحة الكريمة. عشقتك من بعد سن الطفولة وخبيتك عن أصحاب النميمة. كبرت وما دريت إلا وإحنا في قصة حب عقباها وخيمة. من عينها يتعلم إبليس الأغواء وتلومني لا جيتها من صياعي. الماء
يشربها إذا تشرب الماء، لأنها في عيون الماء أغلى المساعي. أنثى من كريستال في شكل حسناء، كل الجمال في غيرها اصطناعي. قاعدة بالشعر كذبها لا تصدقون. أنثى من كريستال في شكل حسناء، كل الجمال في غيرها اصطناعي. تزعل وكن الكون في حالة إغماء، ولرضاها خلق الله بالحيل ساعي. ترضى وتهدي الكون منظومة أحياء، الناي أرض الهند رقص الأفاعي. واحد في واحد كم يساوي في الإحصاء؟ إحنا كذا برياحها مع شراعي. والحين إذا ممكن تطفون الأضواء، لأنها في قلبي وما إلى أضواء داعي. لقيت نفسي إني بلقيها في يوم من الأيام، فلقيتها وخلاص يعني لقيتها بعد ايش اسوي؟ لكن اللي صاير انه يعني تحتاج شويه تركيز، تخيل الاجواء وكذي. فعموما اتوقع انها يعني بتوصل، اتمنى انها توصل. طفي الانوار. يقول مروحه حبلي تدلى بركبتي لا للحراك، فوق قطعه ثلج حافي، والامل لحظه ايابك. يا تكون المنقذ المذنب وانا اغفر لك خطاك، او يذوب الثلج معلن موته لشاعر حيابك. مروحه حبلي تدلى بركبتي لا للحراك، فوق قطعه ثلج حافي، والامل لحظه ايابك. يا تكون المنقذ المذنب وانا اغفر لك خطاك، او يموت الثلج معلن موته لشاعر حيابك. المكان بغرفه الزمان بساعتي عقرب يسابق للهلاك. المكان بغرفة الشخصين يمليها غيابك. مع غيابك 21 شمعة في ارتباك، يا تطفيها بشفاتك أو يموتها عذابك. من غيابك صرت أحس بغرفتي مع في عين ما صلت على النبي. امزح الناس بتعضون البان كلكم. في غيابك، من غيابك، في غيابك، مع غيابك. اوكي واحدة منها. مع غيابك صرت احس بغرفتي ساحة عراك، بنسلي الاخرس واوراقي ومساحة جنابك. كل ما البنسل كتب تمسح ويسأل ايش بلاك، والجواب بغطرسه هو أرقى من كتابك. آخ يا الدنيا وأنا اللي كنت كاتب في لقاك أول أبياتي، وبسته ثم علقته في بابك. كان مكسور ومشتت مثل إحساسي وغلاك، رغم هذا جبت أصابعنا وقلت الاشتباك يثبت أنك شاعري الأول، وأنا بوقف معاك مثل ما الريح بيديني وافية تدفع سحابك. لحظة أحس الحبل ضيق يا ملاك، أوف نصف الثلج ذاب وما أشوف إلا غرابك. ربع ساعة بالكثير وبترك الدنيا فداك، بس بعيش الربع ساعة كلها أحكي لسرابك. أذكر أيام الطفولة تسبني وأركض وراك والحقك وتقول آسف، ثم تعفرني بترابك. البراءة مع برستيجك، غرورك مع حلاك، كأنها العالم دمج مليار شخص وثم جابك. وكنت أنا اللاعب رقم واحد وأساوم مع هواك لعبة الولم، وكنت أتجاهل الخوف في عتابك لين شقت راسي الولم. وشفتك من هناك جاي لجل تلف راسي بقطعة من أغلى ثيابك. دارت الدنيا وكبرنا وما كبر فيني سواك، والغريب الكون يتغير ويرجع لالتقابك. كنت أسمعك كل قصيدي وانت تطلبني بشفاك، صرت تطلبني في هلاث ويفضحك عذابك. يا حبيبي ذاب ربع النصف بودع سماك، يا عسى ألقاك في الجنة وتشرح لي غيابك. وفي احتضاري فجأة تفتح بابي ودموعك حذاك، جيت مسرع ترتمي في حضني وعجزت تنطق هلابك. عيد ميلادك حبيبي وكل شموعي في ارتباك كل سنة، وأنا حبيبك حبر ما يفارق كتابك. إيش تتمنى حبيبي قول وعيوني فداك. أتمنى تترك جنونك وتحلف لي في جوابك، بس هذا ما يهمك. أحلف بقلبي وغلاك
ما اكررها حبيبي، بس لا تكرر غيابك. سلامتك. يقول ارتبكتي يوم عيني صادفت فجأة عيونك، ارتبكتي يوم عيني صادفت فجأة عيونك، والحقيقة هو كياني مرتبك واربك كيانك، ارتبكت وكل ما فيني أصروا يسألونك، هو زمانك غيرك. الحين مشكلة ما اقدر اجيب على البنات، بس كل واحدة تقول لك شوف فاهم الفكرة لا؟ الحين مشكلة الحين هذه القصيدة يا رواحي شوف علي ها؟ لأن هذه القصيدة فيها خطاب لأنثى، فهمت الفكرة؟ فيها حلو. ارتبكتي يوم عيني صادفت فجأة عيونك، والحقيقة هو كياني مرتبك واربك كيانك، ارتبكت وكل ما فيني أصروا يسألونك، هو زمانك غيرك ولا أنت غيرتي زمانك؟ قلت مازن هذه هي ولا ذاكرتك تخونك؟ راح تأكد من شعورك جايز الإحساس خانك، روح ألقي عن كثب نظرة تأكد لك ظنونك، تقتل شكوكك وتكسب أنت بالأحرى رهانك، اقتربت وشفت خط الفجر مشرق من جفونك، كان خط الفجر واقف ينتظر يسمع أذانك، اقتربت وشفت ليل أسود حالك يصونك، فوق شفتك اليمين وتحت خدك شفت زانك، شامتك اللي محال تلاقي لون غير لونك، عايشة في صحراء وجهك وانت طفلة في مرجحانك، أتذكر تلعبي واطفال حارتنا يجونك، واحترق في داخلي غيره ودي احتضانك، عن يشوفك اي طفل وابقى في عيونك، معجبك ثم شاعرك ثم فارسك، فدوى عشانك كونك الطفلة فلانة شيء عادي، بس كونك طفلة احلامي انا يعني ارتفعتي وزاد شانك، الغرور بسبتك لما احاسيسي يبونك، انت عظمتي احاسيسي بشكرك وامتنانك، انت ما كبرتي لكن اخضرت غصونك، زعفرانك من يشبهه زعفرانك، اخ لو حلم العشيق يحققه في يوم كونك، كان حلمي بس اسمع احرف اسمي من لسانك، باقيه كلمه وبهمسها في ذونك، طالبك لعيالي ووافقي تكفي.